بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقدي أبليان كيا deebinee dhufnee sagantaa keenna kan itti aanu barachuudhaaf dhufnee jirra. Sagantaa keenna kan afaan arabaa hanga beeknu wal barsiisuudha. Namni waan ofii beeku waan keessa isaa jiru yoo wal hubachiise namni haalli fageennaatiif maaliin addaan nama kutee yoo jedhe waan ofii danda'an kallattii teknooloojiitti fayyadamanii wal hubachiisuun gaariidha. مالي جنان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربين والجرجارة غاري رت وان غاري رت والجرجارة وان جلوف ما شاء الله والجرجارة جنتي سكنتا كان ما شاء الله جل كبيجرا وان في بيكو أمة إسلاماتي دبر سوبر باديتي جتشون كناك سكنتان كينا بسم الله الرحمن الرحيم وتنقسم الكلمة العربية إلى ثلاثة أقسام وتنقسم الكلمة العربية إلى ثلاثة أقسام جتش أفان ربا تنقسم يجون هنكو دمتي الكلمة العربية كلمان أربا هنكو دم كلمة يجون جتش يجون العربية يجون جتش أفان أربا هنكو دم إلى ثلاثة أقسام غرق أود سبيتي تقودم إلى ثلاثة أقسام يجون غرق أود سبيتي تقودم كلمان أربا غرق أود سبيتي تقودم قولني سدن كن اسم فعل حرف كلمان أربعة قود سدن كلمة قودما توكو اسمي جرم اسمي يجون مكاج جون إني برامو فعل جتون غوتشا جتشوتا غوتشا أجر سيسن جتون إني برامو حرف جتون حرفي لا كوبيلا جتون كوبيلا كلمين سدن اسمي لا فعلي لا حرفي لا جتش أربعة كنين سدنتي قودم هاجتشو كنين سدنتي جتش عربا قودمو إيسر أرغن وجدنا أقسام الكلمة العربية إلى ثلاثة أقسام باستقراء علماء التخصص باستقراء أو بتتبع علماء التخصص في اللغة العربية كنافو تخصص والروت يجسني لغة عربية كان رت تخصص تان والروت سنينتو قودم جتشوت عربية كان هردفني لالنيتي صدر مكانتي قودني جتشوت صدر مكانك قودم صدر جتشون تكفن اسمي لا لما فن فعلي لا صدر فن حرفي لا كانوا ما صدر جتشو اسمي جتشو يومالتا اسمي تا يومالتا مكاتا فعلي جتشو يومالتا فعلي جدما فعلي جتش جتشوني جتش أجرسيسا مالفا إني برامو كوبي جتشون حرف جتشون كان صدن ما كانت قودما جتشي أفان ربا كنين ما صدن كيس جرا اسمي نسكو قودما باي إيكابا فعلي نسكو قودما باي إيكابا حرفي نسكو قودما باي إيكابا معنا باي إيكابا كنافو كنين ما صدن اسمي مالكته فعلي مالكته حرفي مالكته عدام بافتي كنين صدن سر تهبت حركة قلفت تاناني أفان ربا سن إبو القرآن فهمون القرآن هبتون تجويدا هبتون أكسم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام هبتون أكسم علوم الشريعة فقه كنين هبتون كان هبت تانا سنبو دبستي هبتشو دنديتا يو برتا برسيسا بردتي وكان يونيفرسيتي جامعة رب سلافسي يو جامعة إسلاما قلتي وجدتي يرو قبابتو كيسا هبتي برمسا سن أمته هبتشيسو دنديتا وانتي في كان سدن قودمني كلمة عربة كان سدن تو هن دقتني اسمي فعلي حرفي قدمني كلمة عربة كانوا مسدن جدّ كان سدن تأمالي الآن وجدنا بتتبع علماء التخصص في اللغة العربية علماء تخصص لغة عربية كستي سبيشالي قلني باني وروت سننتو قدم كلمة عربة لالنيتي كانوا مسدن أرجن جدّ كنوان تأفي والرهبته والهبتشيسو والرتلتو واليادو والجرجارو والأبتو والديني كنا ربي تجفج آسو ربي نهاتاسسو نمني برومو وانجيل العالم النادر رزق وانجيل الدنيا قوتو تهافج آف نوجد الإنسان نتمو قرآنا الدنيا فج آسو نوران إيجا موري هنگا دندن نتي يجولا كنافو إنسان وانجيلا
addunyaaf geessuu qabnaa jedhan. Nuti immoo afaan arabaa hubachuudhaan qur'aana addunyaaf facaasuu danda'uu qabna. Kana waan ta'eef nuti warri afaan oromoo dhageenyu inshaallah jechoota kanneen yoo bifa kanaan hubanne hanga ta'e wayii parsantii hanga ta'e wayii yoo waan kanarraa hubannoo qabaanne taan abbatu itti dabalataa jechuudha. እንግዲህ ወንድሞቼ ባረከላሁ ለኩም አህሰነላሁ ኢለይኩም። ከዚህ በፊት ለመናገር ሙከራ እንዳደረኩት እኔ ማህሙድ አቢኖ ለእንጅሶ ይባላለሁ። እንግዲህ በተቻለን መጠን የአረብኛ ቋንቋ ትምህርቶችን እንማራለን ብለን ቃል በገባው መሰረት በቻናል ዩቲዩብ ላይ ኢንሻአላህ ይሄኛው ፕሮግራም ይተላለፋል። ማህሙድ አቢኖ ብላችሁ ብትገቡ ማሻአላህ ቻናል ዩቲዩብ ላይ ልታዩት ትችላላችሁ። እንግዲህ የአረብኛ ቋንቋ ክፍፍል የአረብኛ ቋንቋ وتنقسم الكلمة العربية إلى 3 أقسام የአረብኛ ቋንቋ ቃላት የአረብኛ ተንቀሲም كلمة العربية የአረብኛ ቋንቋ ቃላት ወደ 3 ቦታ ይካፈላል የአረብኛ ቋንቋ ቃላቶች ወደ 3 ቦታ ይካፈላል። አንደኛ እስም ይባላል። ሁለተኛ ፍዕል በመባል ይታወቃል። ሶስተኛ ሐርፍ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። እስም ማለት ስም ገላጭ ስምን የሚገልጽ ቃላቶች ማለት ነው። ስለ ስም ምንነት የሚገልጹ ቃላቶች እስም በመባል ይታወቃሉ። ሁለተኛ ፍዕል በመባል የሚታወቀው ፍዕል ማለት ስለ ድርጊቶች ምንነት የበለጠ የሚያስተምር ቃል ማለት ነው። ሐርፍ ማለት ስለ ፊደላቶች ምንነት የሚያስተምር ቃል ማለት ነው። ስለዚህ የአረብኛ ቋንቋ ቃላት ወደ 3 ቦታ ይካፈላል። እስም፣ ፍዕል፣ ሐርፍ። እስም ማለት ብዙ ክፍፍሎች ይኖራሉ። እስም የምትለው እስም ማለት ስም ማለት ነው። ፍዕል ማለት ድርጊት ማለት ነው። ድርጊት ራሱ ወደ ብዙ ክፍፍል ይከፋፈላል። ወደ ውስጥ ገባ ስንል ልናይ እንችላለን። ሌላው ሐርፍ ማለት ፊደል ማለት ነው። ፊደሉ ምን እንደሆነ ፊደሎቹ ወደ ብዙ ቦታ ይከፋፈላሉ። የተለያዩ ስርዓቶች ይኖራሉ። እሱን በደንብ ማወቅ ማለት ነው። ይሄንን የአረብኛ ቋንቋ ቃላት ክፍፍሎች ከየት አግኝተን ነው? መስረጃው ምንድነው? በ3 ቦታ መከፈሉ ብሎ አንድ ሰው ጥያቄ ሊያቀርብልን ይችላል። ለምሳሌ ይሄንን ጥያቄ ቢያቀርብልን ምን ብለን እንመልሳለን? ወጀድና أقسام الكلمة العربية إلى 3 أقسام بتتبع علماء اللغة باستقراء علماء التخصص في اللغة. በዚህ ስፔሻል አድርጎ የወጡት የሉጋ ዑለማዎች ይሄንን ተከታትሎ የአረብኛ ቋንቋ ቃላቶችን ተከታትሎ እነዚህ 3ቱ ማሆናቸውን ግልጽ አድርጎ አስቀምጧል ማለት ነው። እኛ እነዚህን በደንብ ተረተን የምናካሆን ቁርአኑን የበለጠ ልንረዳ እንችላለን። የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱናን የበለጠ ልንረዳ ስለምንችል በተቻለን መጠን ሁላችንም እንረዳዳ። ያዝናትን ዕውቀት ትንሽም ብትሆን ማህበረሰቡ ይጠቀምበት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በተከበረው ቁርአን ወተዓወኑ ዐለል ቢሪ ወተቅዋ በጥሩ ነገር ላይ ተጋገዙ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በመጥፎ ነገር አትተጋገዙ ይላል። ለምሳሌ የሚያቃትን ነገር በቴክኖሎጂ ተጠቅሜ የሚያቃትን ነገር ለዓለም ቢያስተላልፍ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ አጅሬን ከፍ ሊያደርግልኝ ይችላል። በዚህ ሰበብ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንጀልን ሊምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ኢንሻአላህ እንረዳዳ በማለት ይህንን ሀሳብ ፕሮግራም ጀምራለሁ። ከኛ ጋር እንድትከታተሉኝ በተቻለ መጠን እንድትከታተሉኝ ኢንሻአላህ እኔም ያለኝን ዕውቀት ለማስተላለፍ ሙከራ አደርጋለሁ። በዚህ በኩል ለምን ቁርአንን በደንብ እንረዳ ዘንድ ይህንን መከታተል ግድ ይለናል። ይሄኛው ፕሮግራም ሆነ ሌላ ፕሮግራም የበለጠ አረብኛ ቋንቋን ማወቅ ግድ ይለናል። ለምን ቁርአንን እንድንረዳ ማለት ነው። ሌላው እምነት ተከታዮች ምን ይላሉ? ወንጌልን ለዓለም እናዳርስ ይላል። ወንጌልን ለዓለም እናዳርስ ብሎ እነሱ ይሄንን መፈክር ይዞ ተነስቶ ሙከራ ሲያደርጉ እኛ ሙስሊሞችስ በእጃችን በያዝነው ነገር ቁርአንን ለዓለም እናዳርስ የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሱናን ለዓለም እናዳርስ ብለን ቴክኖሎጂውን
ተጠቅመን ይህንን ነገር ማድረግ ግድ ስለሚለን በተቻለን መጠን እንረዳዳ وعلى قدر هذا أكتفي أشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته